وتظاهر الآلاف في مدينة سولو وسط جزيرة جاوا الإندونيسية احتجاجا على تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وتنديدا بالرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وسار المتظاهرون في مظاهرة جابت شوارع المدينة التاريخية مطالبين الرئيس الفرنسي بالاعتذار للمسلمين عن مواقفه وعما وصفوه بجرح مشاعر المسلمين بدفاعه عن المسيئين للرسول الكريم. وطالب المحتجون المسلمين بمقاطعة المنتجات الفرنسية. وكانت هيئات عدة في إندونيسيا استنكرت التصرفات الفرنسية. في إيران نظمت وقفة أمام السفارة الفرنسية بطهران احتجاجا على الإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وتنديدا بمواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن ذلك. وشارك في الوقفة طلاب من الجامعات بطهران ورددوا شعارات مناهضة للرئيس الفرنسي وضد الإساءة للرموز الإسلامية. وطالب المحتجون السلطات الإيرانية بطرد السفير الفرنسي من طهران وبمقاطعة البضائع الفرنسية.